ألفاظ محرمة وشركية وغائبة عنا وما ندري عنها، نسمعها بين الفينة والأخرى، لازم علينا نحذر منها. الحلف بغير الله عز وجل، وراس أبوي، ودفنة أبوي، وشرفي، والنعمة، وعندنا يقول لك ورويسك، أو كما يقول بعض العامة وحياة العيش والملح، أو الكعبة، الله، كل هذيل. بس ما قصدت أني أكفر بالله تعالى، أنا أدري والله أجزم يا شيخ أنك ما قصدت، لكن لسانك لفظ هذا محرم. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت. لو قالوا والمصحف الشريف ما في حرج، والمصحف الشريف تقصد مصحفه كلام الله، الحلف بصفات الله تعالى يجوز، وحياة الله يجوز، لأن الحياة بصفات الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. التشاؤم والتطير، أنا ما لي حظ، أنا حظي نحس، هذا لما يقولون هذا وش فأر كما يقولون بعض الأخوان، هذا يشم منه رائحة التطير والتشاؤم. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا: والطيرة شرك. الشرك الذي يقع فيه بعض الناس تعليق التمائم في البيوت، حتى بعض الناس يحط لك تعويذة كف في عين أو خرز، أو يحطون حذوة الفرس. يعني بالله عليك شو العقيدة هذه؟ انعال حيوان تضعها البيت عشان تتوخر الحسد. أيضا بعض الناس نسمع في بعض الألفاظ يقول لك لا حول الله، لا حول الله، لا، هي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول الله يعني الله ما له حول، ما يجوز، حرام أن الإنسان يحاسب على كل كلمة. لا تقولي دقيق أنت، الرسول قالها: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، ما قال جملات أو أحاديث، قال كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يلقى بها في النار أبعد مما بين المشرقين. بعض الناس أصابه الله تعالى بلاء، فلان صار له حادث، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما يستاهل. اشتراكنا ما يستاهل، أنت الإله ولا هو الإله؟ من الإله؟ وإلهكم إله واحد. هذه محرمة ولا تقولها. الله تعالى إذا ابتلاه بالعكس الله يحبه. كم ابتلي الأنبياء ما يستاهلون الأنبياء؟ لا ظن البلاء يكون بذنب أصبته، قد يكون، وقد يكون الشق الآخر. توفي رجل، نقرأ بالجرايد، انتقل إلى مثواه الأخير، لا في برزخ وفي عذاب. تو الناس تو في البداية، القبر أول منازل الآخرة. إذا تضايق وغضب نسأل الله السلامة والعافية سب الساعة والزمان والدهر واليوم. يقول الله جل وعلا حديثا قدسيا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال تعالى حديثا قدسيا في صحيح مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.